أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي معكم. راح نسوي اسمي بالتركي لكن بطريقة مختلفة حبتين. يلا مع بعض نبدأ. راح نبدأ أول شيء بتفعيل الخميرة. عندي كاسين موية، راح أضيف تقريبا الكاس الأول وبعدين نبدأ نضيف بالتدريج. راح أضيف لها السكر والخميرة ونتركها 10 دقائق تقريبا. تفاعلت عندي الخميرة مثل ما انتم شايفين. تعالوا نكمل. راح نضيف الحليب البودر ونشغل العجانة. عندي هنا رشة الملح راح أضيفها على الدقيق ونبدأ نضيف الدقيق بالتدريج بس عشان تسمعون. عجنتها وأضفت لها بقية الموية اللي قلت لكم أني بضيفها، والآن راح أضيف الزبدة آخر شيء وأكمل عجن. تبارك الرحمن. شوف العجينة. راح نقطع العجينة بالحجم المناسب وبعدها كور وبنتركها بعد ترتاح شوي. خليت كور العجين تقريبا 10 دقائق تخمر، ونبدأ بأول واحدة نطبطب عليها شوي باليد وبعدين نفردها فرد خفيف بالفرادة الشابة، وبعدين نبدأ نقليها بهالشكل على شكل رول، ونستمر بهالشكل لحد ما تكون معي بالسمك اللي أنا أحبه. نمسكها مع الأطراف ونحاول بس نهزها بهالشكل عشان تتمدد. نمسكها من الوسط ونحاول نبرمها بهالشكل. راح نستخدم دبس التمر، راح أخففه بشوية موية وتكون دافية، حركة لحد ما يوصل للقوام المناسب، ونغطسها بالدبس التمر اللي مخففينه بشوية موية، وعلى طول بالسمسم من كل الجهات. نقلبها على الجهة الثانية وعلى الصينية ونخليها بعد ترتاح 10 دقائق ثانية. بعد 10 دقائق تقريبا راح ندخلها الفرن من تحت وبعدين من فوق. تكون على درجة 180 والنار من تحت لحد ما تستوي وبعدها من فوق. عشاق الزعتر لا تفوتونها، شيء والعب.